السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا من القلب. شكرا لحبايبي اللي فضلوا معايا، شكرا لحبايبي اللي نوروني، شكرا للتعليقات الحلوه. اتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر، وهفضل اشكركم العمر كله. حبايبي خلاص فاضل ايام بسيطه والعشر الاوائل من ذو الحجه هيجوا. يا رب يجعل الايام علينا بالخير واليمن والبركات. يا رب يجعله عيد اضحى مبارك وسعيد على الجميع. كلنا نتنول اللي نتمناه يا رب العالمين. شكرا حبايبي. بس حبايبي قبل ما اتكلم، طبعا عمري ما هنسى حبايبي اللي تعليقاتهم الحلوه الجميله. بس عايزه اقول ملحوظه لحبايبي اللي بيقولوا لي بتجيبي سيره الميت. ده لسان حديث صحفي للفنان او الفنانه اللي قالوه. فده حديث صحفي في مجله الكواكب، اتقرت لجميع الناس في ذلك الوقت. فانا قلت حاجه على لسان هذا الميت رحمه الله عليهم، فما اسأتش لحد، اتكلمت عليهم بكل يعني كل احترام، من غير اي اساءة ليهم. حبيبي النهارده بقى هنتكلم، ما اطولش عليكم، نتكلم عن الفنانة الكبيرة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وايه اللي حصل لها. الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بتقول ان هي كانت بتشتغل ما شاء الله. بتقول جالي 3 افلام في وقت واحد، في اماكن مختلفة. فبتقول كل عمل من ال3 افلام ده كان في وقت معين، فلازم كنت ممكن اللوكيشن يبقى اصور الصبح الظهر العصر المغرب، وكان في اماكن مختلفة من القاهرة في محافظة تانية للاسكندرية. فبتقول كنت بصور في عز الشتاء والبرد، فكنت بتنقل من هنا لهنا. فبتقول الى ان جالي اصابة في معدتي اعزكم الله واستفراغ في المعدة، جالي برد شديد جدا. فبتقول احد العاملين قال لي خدي حقيبه ميه. الحقيبه دي عباره عن شنطه جلد تحط فيها شويه ميه سخنه على مكان المعده اللي هي بتعاني منه الفنانه الكبيره فاتن حمامه، وتحطه على مكان المعده. وصفوا لها بكده وقالوا لها اعملي الموضوع ده قبل ما تنامي، وبالفعل عملت كده واستريحت. بتقول فعلا على الوصفه دي واستريحت جدا. فبتقول نمت وخدني النوم. لما خدني النوم اتاخرت على ميعاد الاستوديو، فانا ملتزمه بميعاد معين. فبتقول لقيت نفسي قمت من النوم اتأخرت، ارتبكت جدا. قمت من غير ما اخد فطاري ولا ادويتي، وقمت مش عارفه انا لبست ازاي وخدت الشنطه ازاي وخدت الحاجه دي وجريت وقفلت الشقه، مش عارفه انا عملت ايه ومرتبكه جدا. الناس دي كانت ملتزمه جدا بمواعيدهم. المهم بتقول بعد ما حصل كده، بتقول ارتبكت اكتر واكتر لما لقيت ان العربيه بتاعتي عطلانه. فما كانش عندي حل غير ان اخد سياره اجره تاكسي يعني لمكان الاستوديو. فبتقول لما خدت المكان للاستوديو العربيه، بصيت لقيت نفسي ببص كده في حقيبه اللي هي شنطه ايدها، ادور على كيس الفلوس، البوك اللي هي محفظه الفلوس. ان الاقي فلوس، ادور في الشنطه كده كده ان الاقي فلوس، مش لاقي فلوس. بتقول بقيت اكلم نفسي واقول هو انا باينني خدت حقيبه الميه اللي بتملاها دي، بتيجي من الاجزخانه، حقيبه بتيجي من الاجزخانه بتحط فيها ميه سخنه. فبتقول باين عليا ان اخدت حقيبه الميه بدل كيس الفلوس. وبقت تقول اعمل ايه اعمل ايه، وبتكلم نفسها. والسواق التاكسي بقى يضحك، بقول لها يا مدام فاتن خلاص بلاش مش عايز. قالت له لا لازم تاخد ايه فلوسك. المهم خرجت من التاكسي، فلقت احد العاملين خارج، فقالت له ممكن تديني جنيه وهديهولك بكره. فقال لها خلاص يا مدام فاتن مفيش مشكله. فقالت له لا هات الجنيه وهديهولك بكره. ادت الجنيه للسواق، والسواق بيقول لها خلاص. بقت تقول له لا لازم تاخد الجنيه، وخد الجنيه. وبقى السواق يضحك عشان كانت بتكلم نفسها وتقول باين عليا ان انا خدت حقيبه الميه بدل كيس الفلوس. وبعدين بتقول جريت، بقت محرجه جدا من نفسي وجريت على جوه على مكان الاستوديو مش عارفه انا ماشيه ازاي. وبتقول جيت تاني يوم واديت لعامل الاستوديو، اديته الجنيه بتاعه واديته الفلوس. بتقول الموقف ده ضحكني جدا. ده موقف من مواقف فنانة في الزمن الجميل، كواليس حدثت على لسانهم. حبايبي اوعوا تنسوا تعملوا لايك، اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه لحبايبي اللي ما اشتركوش، اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا. كل سنه وانتم طيبين.